متابعينا الكرام، السلام عليكم. درت عنوان الفيديو على شكل سؤال: الدرك الملكي يأخذون الرشوة بعد تثبيت كاميرات مراقبة؟ الجواب نعم، ممكن. إلا كان هاد الدركي هو اللي متحكم في الكاميرا يشعلها ويطفيها وقت ما بغى، وإلا كانت هاد الكاميرا كتسجل في لاكارت ميموار، يعني كيولي التسجيل في الملكية ديال رجل الأمن، هو اللي متحكم في التسجيل، يمحي اللي بغى ويخلي اللي بغى. يعني تولي هاد الكاميرات اللي معلقين على رجال الدرك غير كبروتوكول فقط. وكذلك الا وقع شي احتكاك ما بين رجل الدرك والمواطن، الدرك يمحي داك المقطع اللي كيدينو ويخلي غير هذاك الجزء اللي ضد المواطن. يعني تولي هذيك الكاميرا كوسيله لابتزاز وتهديد ضد المواطنين من طرف رجال الدرك المتسلطين. ولكن بالطبع ما نجملوش كل شيء، ماشي كاع رجال الدرك فاسدين، كاينين رجال الدرك ولاد الناس اللي فيهم الوطنيه والانسانيه وكيأديو الواجب ديالهم بصدق وامانه بلا كاميرا بلا والو. ولكن حنا كنستهدفوا هذيك المنظومه الفاسده اللي هما كتار وموجودين وموزعين في جميع مناطق المغرب، واي مواطن طاح في يديهم وصابوها فيه كيتكرفصوا عليه وكيبتزوه وكيحقروه، واخا هذا المواطن يكون مظلوم. الا جاي يهضر معاهم يديروه هو الظالم، وباش كيكملوه يجملوها كيقولوا ليه سير فين عجبك واللي في جهدك ديرو. وراكم شفتوا فيديوهات منشوره في مواقع التواصل، كتشوف رجال الامن بالكسوه ديالهم ومسجلين بالصوت والصوره كيسبوا الرب وكيسبوا الدين وكيسبوا الناس وكيهضروا بالهضره الطايحه، ما كيحشموش. وبهاد الممارسات السيئه، انهم بهاد الممارسات السيئه خانوا القسم، وكذلك المواطنين فقدوا الثقه فيهم ولاو كيبانوا لهم جميع رجال الامن فاسدين. وملي المواطنين مثلا كيكونوا غاديين وكتبان لهم وكيشوفوا شي مجموعه من البوليس ولا الجندارم، كيبانوا لهم انهم مجموعه من اللصوص وشفاره ومخلوضين. يعني ما بقات الثقه حتى في واحد. واللي كنطالبوا به هو يكون على جميع رجال الامن البادج او الشاره اللي فيها الاسم ديالو، باش الا شي رجل امن تجاوز الحد ديالو المواطن يكون عنده الاسم باش يشكي به، ويكون مركز مستقل لاستقبال الشكاوى ديال المواطنين ضد رجال الامن باش يوقفوهم عند الحد ديالهم، باش يكون في البلاد الامن والامان. وكذلك كنطالبوا باش انه تكون هذيك الكاميرات اللي معلقه على رجال الامن تكون تسجل بدون انقطاع، وهذاك التسجيل ماشي هما يكونوا متحكمين فيه، يكون هذاك متصل لاسلكيا مباشره مع واحد الغرفه ديال المراقبه. وهذيك الغرفه ديال المراقبه دوك الناس اللي غادي يكونوا فيها تلفازات، شاشات اللي كتنقل مباشره كاع داكشي اللي كيصور الجندارم كيشوفوه هما مباشره. وهذوك اللي غادي يكونوا في الغرفه اللي غيكونوا في الغرفه ديال المراقبه ما يكونوش من رجال الامن، يكونوا جهاز مستقل. ربما لانهم الا كانوا من رجال الامن ربما يكونوا معاهم بعض الفاسدين اللي غادي يبداو يتلاعبوا بالاشرطه المصوره ويديروا عين شافت وعين ما شافتش. حنا باش نقطعوا الشك باليقين، واللي بغينا كذلك باش ما يكونش شي احتكاك ما بين المواطنين ورجال الامن والشرطه، بحال مثلا في لوطوروت ما يكون فيها لا جندارم لا والو، يكون فيها مثلا الرادار معلق بحال البلاكه وكيعلبوك كيقول لك راه كاين الرادار. ومثلا جندارم اللي بغا يكونوا في المحطه ديال الاداء تماك، في البراج يكونوا تماك، مثلا في الطريق الرئيسيه ولا يكون الرادار باين ويكونوا البوليس باينين، ما يكونوش مخزونين وسط الشجر. كتكون غاديه في الطريق الرئيسيه سايق ما عليك ما بيك عاد يخرجوا لك من الشجر. ومثلا شي مواطن الا ارتكب شي مخالفه وسط المدينه ولا في شي بلاصه ووقفوا رجال الامن، خاص رجال الامن ما يتخلصوش كاع، خاص الا شي مواطن دار شي مخالفه نديروا بحال هذوك الدول المتقدمه اللي فايتيننا في محاربه الفساد. وهاد الاجراءات اللي حنا بحرا بادين كنجربوا فيها هما واحد تجاوزوها بسنين وصلوا لوسائل حسن، نديروا بحالهم. مثلا فاش تكون مثلا في المدينه كان شي مواطن دار شي مخالفه وسط المدينه ولا في شي بلاصه وقفوا شي رجل الامن يقيد ليه ديك المخالفه ويمشي بحاله، ما يخلصش رجل الامن. رجال ما كيتخلصوش كاع، كيعطوك هذيك الورقه، وهذيك الورقه كيعطوك فيها اجل باش اللي ما عندوش الفلوس تيكون عنده واحد الوقت باش يدبر على دوك الفلوس. ومثلا الا الواحد خلص قبل داك الاجل كيخلص غير النص 50%، وكيسهلوا عليك حتى في الاماكن اللي تقدر تخلص في البنكه ولا في البوسطه ولا عبر الانترنت ولا تقدر تخلص من التليفون ديالك. واللي كنطالبوا به بان دوك الكاميرات ماشي تعلقوا غير على الجندارم، حتى على البوليس. الكاميرات يتعموا حتى في المحاكم وفي المقاطعات وفي السبيطارات وفي مراكز الدرك والشرطه وفي محطه المسافرين وفي الشوارع اللي قريبه من المحطات ديال المسافرين. لانه شحال من واحد كيكون غادي بصاكو ولا باليزتو وكيتعرضوا للشفاره وكيجريسيو وكشفروه قبل ما يوصل للمحطه، وباش يولي اي مواطن سواء راجل ولا امراه، كبير ولا صغير، يمشي لاي بلاصه ولا بغى يدور شي دويره ولا يدخل اي زنقه سواء بالليل ولا بالنهار ما يتعدى عليه حتى واحد وما يجريسيه حتى واحد وما يظلموا حتى واحد. دار هاد الكاميرات في الزناقي والاماكن اللي كتوقع فيها حالات ديال السرقه والكريساج، ماشي يديروا هاد الكاميرات غير في البلايص اللي فيها الابناك ولا المرافق الدوله ولا البلايص اللي فيها المصالح ديالهم هما، ويسهلوا على المواطنين. مثلا في محطه الاداء يديروا بحال بزاف ديال الدول الجارين في لوطوروت،
كيديروا نظام ديال الاداء. كتكون عندك واحد البياسه كتلصقها في الزجاج القدامي ديال الطوموبيل، وملي كيبقاو لك بعض الامتار باش توصل للمحطه ديال الاداء، هذيك البياسه كتعطي واحد الاشاره لواحد البياسه كتكون معلقه في المحطه ديال الاداء، وقبل ما توصل لمحطه الاداء كتفتح لك، كتهز ديك لبرا وكتفتح لك محطه الاداء اوتوماتيكيا بلا ما توقف، بلا ما تخلص هذاك الخدام اللي كيكون في لوطوروت. لان مجرد كدوز بديك البياسه من لوطوروت كتقطعوا منها الفلوس اوتوماتيكمون. علاش؟ لان هذيك البياسه كتشحن بواحد القدر ديال الفلوس، كيما فاش كتشارجي لاكارت ديال التليفون. وكيديروا معك تخفيضات، بحال مثلا كيديروا معك الا دزتي اكثر من 40 مره من لوطوروت في الشهر كتخلص غير 20%، ولا دزتي اكثر من 30 مره في الشهر تتخلص غير 50% ديال الثمن. وهكذا يعني كل ما كدوز العدد كثر ديال المرات كتخلص قل. وبهذه الطريقه غادي يسهلوا على المواطن باش يربح الوقت وغيدوز بالزربه وما يبقاش حتى داك الصف ديال الطوموبيلات واحد ورا واحد. كذلك مزيانه اللي كيستعملوا لوطوروت بزاف غادي يخلصوا غير قليل. وكلمه اخيره وهي الا كان الضمير ميت حتى الكاميرا ما يكون عندها حتى مفعول. مثلا هذاك الجندارم الا كان فاسد يشد الكاميرا اللي معلقه عليه يحيدها ويعلقها في شجره، الكاميرا كتصور في الطريق وهو كيشد الرشوه. ولا كاع الكاميرا يخليها معلقه عليه وشاعله كاع، يدير راسو كيعمر في الوراق، الكاميرا كتصور في يدو شاده ستيلو كتكتب، واليد الاخرى من موراه ومن مورا الكاميرا كتشد في الرشوه. ولكن الحل وهو خاصنا نعالجوا المشاكل من الجذر ديالها، ماشي الحلول الترقيعيه. المشاكل من الجذر ديالها وهي خاصها تكون العداله الاجتماعيه، لان البلاد اللي ما فيهاش العداله الاجتماعيه قطعيه ما تدير في الحلول، لانه ما بني على باطل فهو باطل. وخاص هذوك المسؤولين يغيروا العقليه ديالهم والنفسيه ديالهم، لانه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ونتمنى توصل الرساله ديالي، والسلام عليكم.